بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. زمان في المتوسطة قاموا سألوا الخواجة، قال له يا خواجة are you agree or disagree with co-education؟ انت قال له مع التعليم المختلط ولا ضده؟ ده الخواجة ده كمان سلفي. قال I disagree with co-education. Why خواجة you are disagree with co-education؟ قال because boys game themselves genital to attract girls. الواحد شنو؟ تلقاه بيتجيح صح؟ عشان شنو؟ عشان يجذب البنات. قال and girls make themselves beautiful to attract boys. الواحدة تلقاه واقفة أو تضرب البونش والبويات كلها عشان شنو؟ عشان داك يجي عاين وداك عاين وكله هوا الساكت. الخواجات قال لك ده هوا الساكت. عشان كده نحن يا اخواننا ربنا عزنا بالدين، جا الصوفية لخبطوا لنا الدين. أهم حاجة في الدين ده العقيدة. والله الله ماف الزنق زنقة شديدة كزنقة البصلة إذا جدعت في الخرامة. المهم سألناه الله في والله الله ماف. في النهاية قال خلوني أمشي أزال المكتب السياسي. والله هنا في الكافتيريا دي فهمت؟ فده الناس بينكروا وجود الخالق، وربنا ما خلقك إلا عشان تعرف ربك سبحانه وتعالى. وهذه أول مسألة من مسألة الإيمان، من مسألة أركان الإيمان، من مسألة الإيمان بالله، أن تؤمن بأن الله خلقك. ودي منكرينها الشيوعيين الحزب الشيوعي السوداني عندهم كتاب ثاني، وطبعا احنا الكتب دي بنقولها من باب الفايدة للطلاب، وإلا عارفين الأحزاب دي ما عندها حاجة. كتاب ثاني اسمه الاشتراكية العلمية والاشتراكية الطوباوية لواحد شيوعي اسمه فريدريك إنجلز. احفظ الاسم ده كويس. إنجلز قال في كتابه ده صفحة 8 قال وبما أن حواسنا لا تؤمن بغير الأشياء المادية فإننا لا نعرف شيئا عن وجود الله، فقط وجودي أنا هو أكيد. عشان كده بتلقى هذه الأحزاب عندها عقائد الإلحاد، وهي عقيدة اللا إله، ما في إله في الكون. عشان كده بقول لك سوي الدايرو في الجامعة، تخلط، تزني، تسوي أي حاجة، أنت ما لك إله وما عليك دين. وهذا كله يقول لك الدين والحاجات دي ده كله عبارة عن تشدد وتخلف ورجعيات وإلى آخر. ودي أحزاب قاعدة تضل المسلمين وتضل شباب المسلمين. فأول مسألة الإيمان بوجود الله، اللي خالفوا فيها. الشيء الثاني الإيمان بربوبية الله. معناه شنو؟ معناه إنه الله خلقنا والله رزقنا والله بأكلنا. لأن أخواننا أنتوا كطلبة في الجامعات مسؤولين تعلموا المجتمع البر ده. المجتمع البر ده فوق عقائد وسخة جدا والله، نشرها فوق الصوفية. هذا اللي جاي قبة الحسن. والغريبة ممكن تلقى طالب بيخاف، طالب جامعي تلقاه يقول لك لما تقول الحسن وتلقاه بيرجف. انت تدخلك الجامعة شنو الحليو؟ تدخلك الجامعة شنو؟ انت بتخاف من فكية وصوفية لاسي. عقائد موجودة عندنا انه الاولياء بدوا الجنة، والاولياء بيعلموا الغيب، والاولياء بنزلوا المطر، والاولياء بيخلقوا مع الله. الكلام ده بتلقاه عند الصوفية. والاولياء بيبنوا السماء زي ما قال ديل في كتاب اسمه فيوض البحور المتلاطمة للطريقة الختمية. قال ولي اسمه العيدروس. امشي ازالهم هنا في الحيبة جاي جنب القبة. قول لهم بتعرفوا العيدروس؟ يقول لك كيف يا اخي؟ سمي العيدروس لأنه قطع رأس أحد المريدين ثم أعاده فسمي بمعيد الرؤوس العيدروس. فهمت؟ ده قال بيتكلم عن نفسه، قال أنا عرشها والكرسي أنا للسما بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. ديل الصوفية. الصوفية قالوا كلام أكبر من كده. والليلة البلد بتاعتنا دي مجملانا بالتصوف وشرك، وبيدعوا له الجبهجية في البلد دي كيزان في الجامعة. فهمت؟ وأي كوز بين راسك. بعدين بنفتح لك فرصة هنا بالكاميرا دي، مش انت قلت متخلفين هالكاميرا دارين نبقى حديثين شوية. فهمت؟ بعدين تجي خاشي شيوعي، تعال خاشي كوز مستغل مؤتمر شعبي كله تجي خاشي كلام بأدلة، ما تجينا ساكت وافتكر واعتقد وارى وانبسق ثم اتفجر. ده ما بحلك يا ولد، انت فاهم الحاصل؟ تجي خاشينا بأدلة. والله نحن بنكلمك لان يا اخواننا زول بيوريك الصح ما في البلد دي، ما في زول بيوريك الصح الا من رحم الله. ولذلك الواجب عليك انه تعرف انه دينك ده اغلى حاجه،
والاحزاب القاعده في البلد دي كلها لو دار تبقى جهنم، ابقى حزب امه، ابقى مؤتمر شعبي، ابقى شيوعي، سوي لك جماعه، سوي لك طريق. ونحن ما منتمين لانصار السنه، احنا ما تابعين لاي جماعه. فهمت؟ الشيوعيين مش بيقولوا والله نحن مع الطيور، احنا بنقول لك والله نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عندنا اي عاطل. فهمت؟ نبرك له ولا كده. الشغل ده شغل منتشر في السودان، والكلام ده عنده مؤلفات. الصوفيه دي الفوا مؤلفات ونشرهم لهم الجبهجيه في كتاب اسمه طبقات والضيف الله، ده بقروا للجماعه في جامعه الخرطوم. والله كتاب ده عباره عن ديوان للمجانين، يعني ذاكر فوق الاولياء السودانيين، الولي فلان ودعلان، ومن كراماته عنده كرامات. طبعا يا اخواننا الكرامات ثابته بالكتاب والسنه. في سوره ال عمران كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها شنو؟ رزقا. قال العلماء فاكهه الشتاء في الصيف وفاكهه الصيف في الشتاء. فهمت؟ لكن ده دارين يسووا لك عشان انت تمسك في الشيخ، يقول لك يا سلام بالله ده شوف كراماته كيف. قال ودرجات الاولياء على 3، دي الصوفيه قالوا حصروهم 3 بس، وسطى وصغرى وكبرى. قال فالصغرى ان يطيروا في الهواء، تلقى تعاين فوق كده تلقى العمه زي البيرق بتاع الوزير ور. يا ناس في شنو يقول لك ده الولي هي الخطوط الجويه الختميه ماشي يحج ويجي راجع. والله انت ما قال لك ومنهم من حج بالطيران، انت قال حج بالخطوط الجويه، ده بعد ساكت كده فر بنط في الجو ويلا قال بمش. والله ده الصوفيه. قال والوسطى ان ينطقوا بالمغيبات. عشان كده في السودان عندنا واحد اسمه المكاشفي، يقول لك شيخي ان جلس يعلم في قلبه وسوس، بيعلم الغيب يعني، وربنا قال الغيب ما بيعرفوا الا الله. احنا في السودان ده هنا مش بلد كله صوفيه، مش ضربونا في اليرموك؟ الاسرائيليين ضربونا في اليرموك، صح ولا ما صح؟ طيب الاولياء ديل بيعلموا انه اسرائيل حتضربنا ولا ما بيعلموا؟ اذا بيعلموا معناهم طابور خامس وغاشين للمسلمين. اذا ما بيعلموا ده المطلوب ذاته، ما في اخوه اللي بيعلم الغيب. تلقى واحد مسكين يمشي لبتاعت الودع يقول لها بالله عليك الله شوفي انا حعرس ولا ما اعرس، عرفتها؟ يمشي وداك الف فيها اغنيه ما بعرفوا اسمه بعيه ولا حو ولا لحو، قال ست الودع ارمي الودع لي كشكشي، شوفيه لي كان فيه شيء وما فيه حاجه، انت موهوم بتقعد ساكت. قال قوليه لي ما تختشي، ده عارفين ساكت يا زول تقولوا لك كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. البلد قلت لك عقايده خربانه، عشان كده الاحزاب اللي بيجي يقولوا ونحن ومشاكلنا في الشرق وفي دارفور وفي الغرب وفي الشمال والمناصير وكتلونا والكيزان وفعلتك وتركتك، دي ما بتتحل يا ود بقطعه النص زي ابو الزنان، دي ما بتتحل بالطريقه دي بتتحل بالقران بالسنه. نحن قوم اعزنا الله بهذا الدين فمهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله. يا اخي نحن نشوف في الجامعات ده شنو ده؟ في الجامعات يا اخي الكفار ده عندهم الغنى حرام، ناس شارون الغنى عندهم حرام. حصل شفتها في جامعه امريكيه في نجاة غرزه جايه تغني، او جامعه اسرائيليه حصل سميتها نجاة غرزه ولا رشاخور ولا فاطمه سفنجات؟ ما في. ليه؟ لانه ديلك عندهم قله الادب براها والعلم براو. لكن نحن هنا الواحد تلقاه من الصباح تلقاه واقف قدام المرايه ومظبط، وتلقى الواد جادع شعره كيف وكابي فوقه بيبسي والبنطلون كيف، ومن الصباح تلقاه بورني شغال شغال فاره في المصيبه بتاعته اللي لابسها كويس وعايل لك للشراب وكده. ليه يعني جاي في الجامعه مالك انت في شنو هنا؟ لكن لانه راجع وسوسو. انا طبعا بكلمك الموضوع ده الزول بيتحير يقول لك الزول مولانا ده جاب الكلام من وين؟ انا ما قاري في الجامعات دي، تقال انا جاي من يوغوسلافيا ما قاعد معاك في البلد دي. فهمت الحاصل؟ واحد عشان كده زمان في المتوسطه قاموا سالوا الخواجه قال له يا خواجه ار يو اجري اور ديس اجري وذ كو اديوكيشن، انت قال له مع التعليم المختلط ولا ضده؟ ده الخواجه ده كمان سلفي قال اي ديس اجري وذ كو اديوكيشن. واي خواجه يو ار ديس اجري وذ كو اديوكيشن؟ قال بيكوز boys game themselves genital to attract girls. الواحد شنو تلقاه بيتجيح صح عشان شنو؟ عشان يجذب البنات. قال and girls make themselves beautiful to attract boys. الواحدة تلقاه واقفة او تضرب البونش والبويات كلها عشان شنو؟ عشان داك يجي عاين وداك عاين وكله هوا ساكت. الخواجات قال لك ده هوا ساكت. عشان كده نحن يا اخواننا ربنا عزنا بالدين، جا الصوفيه لخبطوا لنا الدين. اهم حاجه في الدين ده العقيده.
الكيزان يجي يقول لك الليله جينا وما عارف ليك جاهدوا. ده ما اول حاجه في الدين يا بليد. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بين يدي الساعه بالسيف حتى يعبد الله وحده. اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد جبل الصفا ما بدا لهم بالصلاه ولا بدا لهم بالزكاه ولا بدا لهم بتحريم الخمر وبتحريم الزنا. اول حاجه بدا بها النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، انه الناس قلوبها تتعلق بالله سبحانه وتعالى. يا اخي ناس بيتعلقوا بشيوخ، ماسكين في الشيوخ، يقول لك الشيخ ده بدي الجنه، زي ما قال البرعي كباشي كم ادى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كم أدى طفل من غير مس وتفل. عشان ما تقول الشيخ ده قليل أدب وهو بيهبش المرأة أو بيزني بها، قال لك من غير مس وتفل من بعيد كده. هذا عليها كيف يعني؟ حولوا لها بالبلوتوث ولا الواي فاي، فهمت؟ ولا شغل بتاع لعب ساكت. تعتقد انه عشان كده قال جاء في طبقات والضيف الله، وده طبعته جامعة الخرطوم للطباعة والنشر. جاء في كتاب طبقات والضيف الله انه واحد مشى للشيخ قال له داير منه الجنة، فقبل ما يجي للشيخ لقى الشيخ بيصلح في الراكوبة، قام صلح معاه الراكوبة. الشيخ قال له صلحت لي الراكوبة صلحت لك مرتك، قال اديتك ولد ثم ولد ثم ولد. يا زول دي مرة دي ولا دي طلب فول تصلحها له، فهمت؟ عقائد خربانه ناس بيمشي واحد. عشان كده انت لو بليد امشي بعدين لما تعرس ودي مرتك لشيخ يديك الجنه، بيديك لكن اضنينه زي اضنين الشيخ بيطلع عنه والله الذي لا. وعلى كيفك انت ما شفت الشيخ المحايته بيبسي وحيران وتشكسي في الخرطوم هناك اسمه شيخ الامين؟ قالوا له ليه انت يعني محايتك بيبسي؟ قال اسي انا لو جبت جردق الناس بيقبلوها، ده صوفيه ستايل جديد كمان، فهمت الحاصل؟ فده كله من الهوس القاعد في البلد دي، عرفت؟ بتاع القادرية في كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية بيقول في هذا الكتاب صفحة 64 بيتكلم عن نفسه، وده الصوفية بسموه الشطح. يعني لما انت تشوف الشيخ وقع في غلط يقول لك ما تسأله ليه، لأنه ده حصل مرحلة بيسموه الغرقان. غرق يقول لك غرق في الذكر، يا زول الغرق بيكون في الذكر، راح بوريك بيغرق وين. لكن ده مستعبد ساكت عشان يكفر بالله وانت ما تزال. تعال القادرية قال انا كنت مع نوح اشاهد في الورى، مع نوح عليه السلام، بحارا وطوفانا على كف قدرتي، وكنت مع ابراهيم ملقا بناره وما برد النيران الا بدعوتي. انا كنت مع اسماعيل، انا كنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئت عيناه الا بتفلتي. انا كنت مع راعي الذبيح فداءه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي. أنا كنت مع إدريس لما ارتقى العلا وأقعدته الفردوس أحسن جنتي. أنا كنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصاي استمدتي. قال موسى عليه السلام العصا ضرب بها البحر والشقة شارع في البحر مرق بيه، قال عصا موسى دي شال مننا نحن القادرية. والله ده اللي يكون موسى الزومة، لكن موسى عليه السلام ما بشيل منك حاجة. قال أنا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا وأعطيت داودا حلاوة نغمتي. أنا الذاكر المذكور في كل مضمر، أنا الشاكر المشكور في كل نعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. قال هو الله عدل. ولو وقف هنا دي تبقى تحير، مشى لقدام قال وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن كيما تعرفون حقيقتي. قال أنا لاسي متواضع، أنا الله لكن متواضع. لا الفويل الإحدار تبقى شنو تاني، عرفت؟ عشان كده في كتاب بتاع عبد المحمود نور الدايم بتاع السمانية في ترجمة واحد اسمه عبد الله بعلوي، دي كتب أنا برجعك كطالب جامعة، لأنه أنت الآن تابع لوزارة اسمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المفترض ده المفترض، لكن الواقع شو المفترض تاني، انه طالب الجامعة يكون زول بده جزء من المعلومة وبيمشي يبحث يجيب الباقي هو، بخلاف المرحلة السابقة تحت الثانوي وانت نازل تحت، ديك تسمى مرحلة التربية والتعليم. يعني انت التلقي عندك اكتر من البحث، عشان كده بتلقى التمارين 4 مسائل، ومسألة التمارين دي جاية من تعليمك للبحث والحل وتشغيل العقل. فده قال عبد الله بعلوي قال انه عنده مريد مات كان فاسق وتاب، قال خش السمانية على حسب زعمه،
وبعد ذاك دفنوه. قال فجلس الشيخ عند القبر، الشيخ قاعد عند قبر المريد، فلما جلس عند قبره ضحك. قال انقبض وجهه ثم ضحك، كشر كده، بعد شويه ضحك. فسأله الحضور، قالوا له الحاصل شنو؟ مالك ضحكت لما عاينت لزول ده جوا وتاني بقيت تكرمش وشك، الحاصل شنو؟ قال لهم إن مريدنا لما سأله الملكان فقالا له من ربك. انت كمسلم لما يقولوا لك من ربك الجواب بيكون شنو؟ الله مش؟ قال فقال لهم ربي الشيخ عبد الله بعلوي. قال فالتفت الملكان بعضهما الى البعض، قام منكر عايل لنكير، قال له اسمع حصل لقاك كيس زي ده، قال له فقال فأعاد عليه، قال منكر قال لنكير وريه كده، ازعله تاني احبشه تاني. قال له من ربك؟ قال له يا زول قلت لك ربي الشيخ عبد الله بعلوي. فقال له مرحبا بك وبشيخك. ديل الا ملائكه ندى القلعه، لكن ديل ما الله ذكرهم في القران، والله الذي لا ده ما دين. شوف ده دين، ده لو دار تلاقي الله او تلاقي الله بدين زي ده، دين زي ده ما تلاقي به والله. لو دار تلاقي الله بصوفيه الله يعوضك في دينك. دي الصوفيه قايمه على كده. عشان كده احنا بنتكلم عن التوحيد، لانه البلد دي غرقانه في تصوف شرك. ولو انا دار اذكر لك البلاوي زي دي والله ما تنتهي. لو قريت كتاب طبقات الضيف الله ده بتلقى فوقه عجائب. قال منهم الشيخ جابري دنقلاوي، اسمه منه خليل الرومي دنقلاوي، ده ذكرهم ما ذكرناه نحن. قالوا ومن كراماته انه جاء مريد قال له شودت لي خادم، طبعا شودت بلغه ناس الجزيره معناها شردت، فاسال الله ان يردها لي. ولهنا كويس يعني ما فيها اشكال شرعي انه تقول لي زول بيصلي الصلوات الخمسه وعقيدته كويسه تقول لي خلاص الله يلا انه ننجح في الامتحانات وكده، ما فيها حاجه. داك بدل يسال الله قال له جيب برمه مريسه وبصل وديكا خصيا. طبعا برمه مريسه الناس عرفتها انها حرام وبتعرف البرمه، والبصله الناس عارفينها فهمت، لكن الديك الخصي ده كيف؟ قال فجاب والله ده كلام طبقات الضيف الله. قال فجاب برمه مريسه، برمتين مريسه وبصلتين وديكين خصيين. يا زول ديك خصي تلقاه وين انت؟ لكن دي الصوفيه كده عندهم في ضيق خصي وفار طرش وقعون عقة والدين فهمت، وفي سحلية عزبة ما تعرست، والله دي الصوفيه كده. عشان كده بقول لك كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. قال فصف المريسة فشربها هو ودناقلته، معلش يا الدناقله لكن نزل الصوفيه كويس. قال فصفها فشربها هو ودناقلته. قال ثم قال له شيل الشجر فقول الف باتاسا. طبعا انت بتتحير ده شنو ده يعني، لكن ما زول الصلح انت تتوقع منه يقول جمله مفيده يعني. قال الف باتاسا، قام لقاه قال لا وين انت يا اخي اللي نجيب برمه مريسه ومشى معاه فهمت. فدي اخواننا مناهج قاعده، ده منهج من المناهج. منهج ثاني يعارض الدين والاسلام، المنهج بتاع الاخوان المسلمين بكل افرعهم، ترابي شعبي ووطني وغيرهم. دي بتضلك عن سبيل الله. تباري الترابي والله وتموت على عقيده الترابي بتخش جهنم. الترابي ما خلى حاجه في الدين الا انكره. قال علامات ساعه ما في، قال ما في عذاب قبر، قال الصلاه انت لما تقول السلام عليكم السلام عليكم بتسلم على منو انت؟ قال ما في حاجه اسمها تسلم. ده الترابي. تخيل شوف الكلام ده كيف كويس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج خديجه رضي الله عنها وعمرها 40 سنه. الترابي داري غالت الناس فيه يوم عرسهم والله ده مجرم من المجرمين قاعد في البلد دي. دي مجموعه ضلت الخلق خلق الله سبحانه وتعالى، وده نحن عارفين انهم قاعدين في الجامعات وقاعدين يلعبوا، ووصلوا الى مرحله انهم يطعنوا في الدين ويطعنوا في صحابه النبي عليه الصلاه والسلام. شوف انا اقول لك معلومه لو ما مركت من المنبر ده ومن الجلسه دي الا بها خليها حلقه في اذانك. شوف تلاقي الله باي بلوه، اوعك تلاقي الله بطريقه ولا بجماعه ولا بحزب. شفت تلاقي الله بتاع بنجو وما تلاقيه تابع للترابي، والله الذي لا اله غيره. ولو في شعب كلامي ده غايزه بعدين تعال خش ناقش بادله طبعا. اوعى تقول لي ونحن في هذه المرحله نفتكر انه في تلك البوتقات المتمحرقه في ظل هذه السندكاليه العظيمه. ده ما بحلك مني والله، لان انا شفت الباسورد بتاعنا هنا ايه وحديث بفهم السلف، دغمائيه لما تتحير انت ذاته فهمت الحاصل.
فده الشيء اللي بنجيك امام الله سبحانه وتعالى. ما تباري اي زول، ولا نحن داعينك لجماعه ولا تبارينا ولا اي حاجه، عرفت؟ بعدين انت اهلك جايبينك الجامعه دي عشان تقرا، عشان تقرا وتتعلم وتنفع اهلك، فهمت؟ الحياه بقت صعبه والناس امورهم بقت جايطه، فانت تتوب الى الله سبحانه وتعالى وتتعلم علمك. وفي كمان جماعه بيجوا الجامعه دي الواحد اهله تعبانين فوقه، القروش اللي بيرسلوها له قاعد يشتري بها نبق وتسالي وقنقليس اللي قاعد يخلط فوقها، فهمت؟ وناس بيجوا الجامعه دي للخلط بس. الكلام ده يا اخواننا حرام، ما يجوز لك تخلط واحده. مش انت هناي لقيت لك واحده وعجبتك قول لها بنت الناس انت بيتكم وين؟ تقول لك والله بيتنا هنا في السواقي، البيت رقم كده، تلقى ابوي حاج كبير عنده شنب زي الجردل، دق له الباب قول له داير بنتك. هذا تجي عديل، قال اديناك الحمد لله، ما اديناك النسوان كتار انت مالك، فهمت؟ لكن واحد تلقاه مضيع زمنه بعد شويه قرايه ما يقدر يقرا، يقول لك يا اخي والله المعلومه دي طارت قبالك في الخلطه، انت قايله طارت ديتين، فهمت؟ وتلقاه شايل 70 ماده لافي صينيه. عشان كده يا اخواننا الزول الجامعه دي انت عندك فيها غرض معين، وانت خاشي الجامعه دي عندك فيها تحديات انه تحافظ على دينك، تحافظ على ايمانك، تحافظ على استقامتك، تحافظ على صلواتك، كويس؟ ده الشيء المطلوب منك. وده الشيء التلقى به ربنا سبحانه وتعالى. معلش نحن جينا في فرصه قصيره والفتره قصيره، لكن ما في اشكال، ممكن نفتح فرصه للاسئله والحوار والنقاش، ولو في زول كلامنا ده ما عاجبه برضو الفرصه مفتوحه، او لو في طالب داير يسال لا حتى يستفيد، فرصه مفتوحه يعني، فرصه مفتوحه. طبعا نحن يا اخواننا ما جايين معانا متفجرات عشان في ناس بيخافوا تنظيمات بتاعنا التنظيمات. نحن بنقول انت كشيوعي منتمي للحزب الشيوعي بتقول الله ما في انت كافر، لكن ما بنمد ايدنا عليك، فهمت؟ لكن لما نحن ربنا يمسكنا السلطه بعد ذاك بننجمك، نجيبك في اخبار الساعه 10 وقد قبض على جبهه ديمقراطيه متلبسا بجريمه الالحاد، ونبقى مع فاصل قطع رقبته، فهمت؟ نبغى مع الفاصل يجوز رقبتك والموضوع انتهى. لكن انا ما حاكم، ده ما من حقي انه امد يدي على زول، بس بتكلم بس بتكلم بخشمي، بس فرصه مفتوحه للحوار والنقاش، فرصه مفتوحه. في ناس كتار في البلد دي دارين جز، فهمت؟ ترابي ترابي ده طبعا مشكلته كبيره جدا والله. انت عارف الترابي ده لو كان في عهد عمر بن الخطاب كان بيستتيبه. زول بيجي يقول لك في الصلاه تسلم على منو انت؟ لا طيب انا دار، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. انا دار احلل الصلاه دي، يعني خلاص دار ابقى في حل من ناحيه الكلام ومخاطبه الناس، اعمل شنو؟ هذا الدين بيقول لك تسلم، لكن الترابي لا عنده ما تسلم. فرصه مفتوحه للمداخلات. تنظيمات دي ما في ولا شنو؟ كوادر. احنا حاسين في ناس قاعدين، انا متاكد في ناس قاعدين. خش يا زول، بعدين لو نحن مشينا من هنا وقعدت تكورك بعدينا ثاني يوم بيجوا الطلبه بيزالوك بيقول لك الجماعه دي فتحوا لك فرصه وجايبين لك كاميرا كمان. فرصه مفتوحه للمداخلات. عاوز اعرف انت من تطبيقك للتوحيد العملي ده انت لقيت منه؟ بس شكرا. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا ما أعرف التوحيد العملي دي تقاصد بها شنو، دي عبارة مجملة، لكن مسألة التوحيد هو واجب ربنا أمرني به، وربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يكفي أنني أطبق أوامر الله سبحانه وتعالى، إنه كونه أنا أطيعت الله، إنه ربنا قال لي وحد وحدته، ده أنا بعتبره ده من غاية التوفيق، إنه أنا يعني أخلي الشيوخ والفقراء وأخلي الختمية وأخلي السمانية وأخلي التجانية وأخلي التسعينية، ده بعتبره من تمام توفيق الله سبحانه وتعالى. ده الجواب على السؤال. أما أنصار سنة، نحن ما أنصار سنة، إحنا أنصار سنة ذاته عندنا فيهم رأي، ما تبقى مع أنصار السنة،
والله الذي لا إله غيره، لأنه ربنا ما تعبدك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. قال الأخوان المسلمين، ولا قال أنصار السنة، ولا قال داعش، ولا قال منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منهج. فهمت؟ انت اذا اتبعت المنهج انت من الفرقه الناجيه. الفرقه الناجيه هي منهج، يعني في التوحيد. انت توحيدك كيف؟ عندك عقيده في زول ولا في الله براو؟ في الله براو كده انت من عقيده الفرقه الناجيه. في باب الاتباع، هل انت متابع لك رئيس جماعه ولا حزب؟ هل عندك بدع؟ لا، انت كده تمام. وهكذا ده المنهج كده. فهمت؟ في باب الصحابه، في باب القدر، في باب الاسماء والصفات، في غيرها من ابواب الدين، انت تكون على منهج النبي عليه الصلاة والسلام، تكون انت ناجي. ما تبقى انصار سنة. انصار سنة ذاتهم باعوا القضية. انصار السنة بيقوا يكرموا في الصوفية، في المركز العام بتاع انصار السنة كرموا الطيب، الدكتور الطيب حسن الفاتح قريب الله. حسن الفاتح قريب الله ده البروف اللي كان مدير جامعة ام درمان الإسلامية ومات. عرفت؟ عنده كتاب اسمه يستنبئونك. قال يستنبئونك عامله في صيغة سؤال وجواب. قال هل يمكن للولي أن يخرج من القبر فيقضي حوائج الناس ثم يعود إلى القبر؟ شوف السؤال ده بليد كيف. ده بروف. البلد دي تتقدم كيف؟ زول مات قال يمرق من قبره ويمشي يقضي حوائج الناس ويجي راجع برا. ده يتولي ده. إذا كان في زول بيمرق من القبر لخرج النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي الناس اختلفوا في من يولى، ثم اجتمعوا على أبي بكر رضي الله عنه. الخوارج مرقوا، الشيعة مرقوا، الآن الأمة مختلفة، ديل أنصار سنة وديل الشيعة وديل ماشين ساي وديل صوفية وديل كيزان وديل كده. النبي صلى الله عليه وسلم لو في زول بيمرق من القبر، اللي يمرق النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يا ناس كده صح وكده غلط، ولا شنو يا أخوانا؟ ربنا القرآن قال لك زول بيمرق ما في. ربنا قال ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ده فساد في العقيدة. أنصار السنة جابوا الزول ده وكرموه وقالوا الزول ده تمام، وعملوا معاه لغاية ناس المجهر، الميم جريدة من الجرائد دي، قالوا له ها شعورك شنو؟ قال أنا كنت متمني هذا اليوم إنه أنصار السنة يكرموه في يوم من الأيام. فهمت؟ وده شغل بتاع هوا ساكت. ما تباري أنصار سنة، ما تباري غيره. خليك على منهج السلف الصالح، على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ده اللي نحن دارينه من الناس. فرصة مفتوحة، فرصة مفتوحة للأسئلة والاستفسارات. فرصة مفتوحة. الميم يعني قبل الصلاة. تفضل. سألت الأستاذ يتكلم بالعربية ما معنى الحرية؟ هل هي أشياء نستوردها أم منتوجات وطنية؟ فأجاب معلمنا بحزن وإنساب الدمع بعفوية لقد أنصبوا كل التاريخ يعتبروا أجالا لا تعرفوا معنى الحرية. في البداية التحية لاحترام الطلاب والطالبات جامعة كسر، ثم من بعد التحية لجماعة أنصار السنة والتيار السلفي أو المنتدى السلفي. المهم يعني كلهم شنو؟ حاج أحمد وأحمد. دار نخش في الموضوع طوالي. الناس من قبل بيتكلموا في الجامعة هنا عن انه يا اخي للطلاب ما تبقوا جماعة انصار السنة، لانه المبرر الوحيد له قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال ستفترق امتي الى 73 فرقة. يعني الان الطلاب الموجودين في الجامعة والناس الموجودين في الشارع وكل الناس بتعرف انه يا اخي الجماعات الاسلامية عددها ما يقارب 200 جماعة. أنصار السنة برام الليلة في يعني ذات الشخصيات اللي قاعدة يتكلم دي يوم من الأيام هو جزء من جماعة أنصار السنة، وقاعد يتكلم عن إنه يا أخي أنصار السنة الآن ما تبقوا جزء منه، هو ذاته من التيار السلفي هو جماعة أنصار السنة المحمدية. يعني ده عدم احترام لعقول الحركة الطلابية في جامعة كسل كونه يقول لك يا أخي ما تنتمي يا جماعة، وهو منو قاعد يجي يتكلم ده عنده فكرة مؤمن بها، عنده مشروع جا قاعد يتكلم به معاك للطالب طوالي هو عزل مؤمن بمشروع هو جماعة، معناه هو قاعد يناقض في نفسه.
والحاجه المهمه والموضوعيه ما قاعد يتكلموا عنها الناس ديل، كل من صار السنه التيار السلفي كل الجماعات السلفيه ما قاعد يتكلموا عن قيمه الحريه. الان ما يغارب في شهداء سبتمبر وشهداء دارفور وما اعرف ليك الشرق والقاعد يتكلم عنهم باستخفاف. قال بعد شويه حيجي زول يداخل يقول لك في ناس ماتوا في الشرق وفي ناس ماتوا في الغرب وفي ناس ماتوا في الوسط، يعني كانه الناس اللي ماتوا ديل ما بشر ذاته. وربنا في الحديث بيقول لأن تزول الكعبة أهون من الله، لأن تزول الكعبة أهون عند الله من يهدر دم امرئ مسلم. يعني الكعبة دي لو زالت أهون عند الله إنه يموت رجل مسلم. البشير قتل 350 ألف مواطن، وفي ناس في برسودان ماتوا 29، يعني قاعد يستخف بالناس اللي ماتوا ذاته. ده الفكر بتاعه، هو قاعد يتكلم عن الدين والإسلام، والإسلام بعيد منه وبريء منه براءة الذئب من دمي. يعني وما عارف الزمن التوقيت الجو فيه جامعة كسلة توقيت عجيب جدا، ويعني ما احترموا ذاته. زعيم جماعة أنصار السنة ومؤسس الجماعة بتاعه ربنا يرحمه أبو زيد محمد حمزة امبارح توفى، لا زال ما قدر يحترموا موتاهم. جو يتكلموا هنا على الطلاب ويقولوا كلام ما عنده أساس من الصحة، ويقولوا كلام ما موضوعي. أنا اضطريت اداخل لانه الزول بيتكلم من قبل كلام يعني كانه الليله اللي احنا في الجامعه او في الشارع السوداني عندنا الازمه بتاع صوفيه وطرق صوفيه. يا اخي الطرق الصوفيه والجماعات والحيران والناس دي اللي تجاوزهم التاريخ. يعني الليله ما في طالب في الجامعه دي او في جامعه كسل ما عندنا ذاته رابطه بتاع صوفيه، ولا عندنا اسبوع صوفي، ولا في ازمه بتاع صوفيه. الان في ازمه بتاع حريات. زول اذا طلع داير يقول داير حقي بيقتلوه. الناس جعانه ما لاقيه تاكل. عمر بن الخطاب عنده مقوله مشهوره، وكانه الدين ده بس هم بياخذوا منه الحاجات اللي بتشبههم والحاجات اللي بتتماشى معاهم ويخلوا الجانب التالي. عمر بن الخطاب ده الخليفه الراشد التالي قال عجبت لقوم جياع وسيوفهم في اغمادي. الناس دي جعانه ما لاقيه تاكل، على عامله كيف ما قاعد يتكلم لهم عن حقوقها. يجي يقول لك الصوفيه الناس الان الزمن اللي تجاوزهم التاريخ. يعني استحاله زول شاب زي ده يبقى صوفي في القرن ال21 او يبقى زعيم ولا يبقى تابع من اتباع السيد محمد عثمان المرغري. دي تجاوزوها يا اخي، يتكلموا في اشياء، يتكلموا في خطاب يمثل الواقع ويشبه الناس. احنا جزء يعني الدين ده بنفدوه اكثر منكم انتم، لكن ما معنى الحريه هي. وربنا في القران ادى الناس حريه انه ذاته تؤمن ولا تكفر. عندك راي في الموضوع ده؟ انت بتناقض الايات القرانيه. ربنا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لا اكراه في الدين. دي ايات بتاسس للحريه، هو ما بيتكلم لك عن الحريات الموجوده في السودان. اذا طلعت ساعه الشارع وقلت داير حقوقك انتهك منك الموتور الوطني، واللي انا اشك انه الناس دي ذاته جابوا بالموتور الوطني الليله في الجامعه، يجي يقول لك يا اخي ما تتكلم عن الخروج عن الحاكم لا يجوز، وما عارف لك حتى لو جلد ظهرك واخذ مالك. يعني اشياء ناس بتموت يقول لك ناس ماتوا في دارفور وفي الشرق كده باستخفاف. والله مفترض الطلاب الموجودين هنا ما يسمعوا الراي ده ويعتبروا كلامه ده عدم احترام ذاته لناس قدموا ارواحهم في سبيل حقوقهم اللي يقتلعوها، واللي الدين الاسلامي ذاته جا من اجل الحاجات دي. والدين الاسلامي ذاته في دوله المدينه وميثاق المدينه اللي كانوا فيها منافقين وكانوا فيها مسلمين، كان اخى بيناتهم في ميثاق المدينه كاول دستور كتب على مستوى البشريه واستندوا منه جاك روسو مبدا الاخاء والمواطنه من ميثاق المدينه. ما بيتكلموا عنه، لا بيتكلموا لك عن ما عارف لك من توضأ وقتل ذبابه ما حكمه، وما عارف لك الطرق الصوفيه. يعني كل مساله ما ينبني على عمل هم بيتكلموا عنه ويخوضوا فيها. الناس دايره قضايا بتاع حريات، الناس دايره تاكل. الجامعه دي فيها يعني دي جامعه زول بيقرا اقتصاد ممكن يربط بماده اسمها دراسات سودانيه، ما بيتكلموا عن الحاجات دي اصلا. لا هم جايين من كوكب المريخ. انا ما اقدر اطيل على الجماعه دي، لكن في النهايه يتمنى انه يكون الرد في اطار الموضوع اللي اسرناه، ويتكلموا قضايا ممكن تلامس الشارع السوداني. يا اخي موضوع الصوفيه والكلام ده كان في الاربعينات زمان، الان ما في كلام صوفيه ذاته. الان هم يتجاوزوا مفهوم انه ذاته يكون عندهم حيران ولافين واتباع. الميديا العالميه تجاوزتهم، فرجاء يا اخي يتكلموا في قضايا بتهم الطالب، بتهم يا اخي ده واقع بيقرا فيه طالب. بعدين اذا سال الناس ده سؤال وسؤال موضوعي بعدين يجاوب عليه. قال ما تنتبهوا شنو يا جماعه، لانه انصار سنه ذاته بيقوا ضاربين، ده ذاته اعتراف منه. قال انصار سنه ذاته بيقوا ماسوره وكلام زي ده. الناس دي الان جايين بما يقارب 3 عربيه، العربيه الواحده سعرها ما يقارب 200 مليون. من اين لكم هذا؟ جبتوه من وين ده؟ ربنا كريم ويش، لكن انتوا ما قلتوا طلبه وما عارف ليك، ونحن ما بننتمي لزول. والطالب قاعد يدوك كم في بيتك؟ قاعد يدوك 10 جنيه ولا 5 جنيه عشان تجي راكب بها عربيه. والله شوف ده انا اقول لكم حاجه،
بعد ده ما مفترض اي زول يجي الجامعه يسمع لاي زول. طوالي تشوف الواقف على الجانب الصح من التاريخ وتقيف معه، والناس زي ما يغشوا الناس. وشكرا جزيلا. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أصل ده حال التنظيمات، الموضوع العلمي ما عندهم به شغلة، عشان كده عامل فوق هو ألفا، انتوا اسمعوا وانتوا ما اسمعوا، الطالب بيميز يا زول. احنا جينا هنا بعدين مسألة انه قال انت بتتكلم في قضايا برا الواقع، قال ما في صوفية. الكيزان ديل بيفوزوا عليك انت كمؤتمر شعبي بيمنو الطريقة الختمية دارة تعمل خيمة عشان الحزب الاتحادي الديمقراطي كويس اعمل الحملة الانتخابية بتاعته في الزريبة هناك. ناس الزريبة قال لهم هو المؤتمر الوطني ده كله ده حقنا نحن، وما في طريقة او ما في حزب يجي يعمل خيمته هنا. فازوا بمنو؟ فازوا بيديل يا اخي عشان ما تجي تعكر مزاجنا ساكن. فهمت؟ المسألة بتاعت الحريات قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يا اخواننا الآية تتكلم عن التهديد. ربنا سبحانه وتعالى قال وقل الحق من ربكم. الحق من ربكم يعني انا اجي اقول لك لو قريت بتنجح، لو ما قريت حتفشل، لو داير انجح، لو داير اقرا، لو داير ما تقرا. هذا الكلام ده للحريات؟ ده ما للحريات، وانما هذا الكلام من اجل التهديد. عشان كده ربنا قال انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم شنو؟ سرادقها. ده لو انت بتفهم، لكن انت ما بتفهم. اما المساله الثانيه مساله الشرق ودارفور وغيرهم، قال دي مسائل انت قال اتكلمت عنها والناس دي بتتكلم عنهم بطريقه كيف؟ يا زلمه انا ما اتكلمت عنهم بطريقه كيف، انا قلت ده ما طريقه الحل بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم. انا ما قلت لك دي ما قضايا، انا قلت لك دي ما طريقه الحل بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ وانت مش دار تخرج. النبي عليه الصلاه والسلام الكلام اللي قاله ده حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام قال من راى من اميره ما يكره فليصبر فانه من مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون امراء لهم قلوب الشياطين في جثمان انس. ده الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. أنا أخلي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واسمع كلامك أنت يا الشعبي واسمع كلام الترابي. والترابي ذاته قال أنا أتمنى يا أخواننا إنه الموضوع يتحلى بشغل بتاع قعاد. قال ما دارين تاني نمرق الشارع، وأنت بتمرق الشارع أنا جعان. طيب أنت ما تشتغل. فهمت؟ انا جعان. نحن ذاتنا احنا شغالين، هاي صح نحن قرينا وكده وتخرجنا، الناس مشت اشتغلت، انت ما تمشي تشتغل عشان نفهمك انه ده ما حل. هذول الناس مصر مرقوا للان ما رجعوا، ليبيا اتقسمت كلها بقت قبائل، غيرها من بلاد المسلمين مرقوا. ماذا جنوا شنو؟ ما جنوا حاجه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما تمرق. طيب سؤال، مش الزول ده قال نمرق؟ كويس نمرق. نجيب منو؟ نجيب الترابي. طيب الترابي لو غلط نمرق عليه ولا ما نمرق؟ نمرق عليه. طيب الزول المرق على الترابي ده هو ذاته غلط، نعمل شنو؟ نمرق عليه. طيب الزول المرق على الترابي غلط، نعمل شنو؟ نمرق عليه. طيب الزول الغلط المرق على الزول المرق على الترابي غلط، نعمل شنو؟ نمرق عليه. طيب الزول المرق على الترابي غلط، نعمل شنو؟ نضيع ديننا ودنيانا زي ما بيفعل النوعيات بتاعتك دي. فالمشكلة ما مشكلة عاطفة. هذه الأمور لا تحل بطريقة النساء يا فتى. فهمت؟ الطرق العاطفية، وإنما تحل بالعقل. الدين قال لك ما تمرق، لأنه المروق فوق مفاسد، وما علم إنه ناس مرقوا حلوا قضيتهم. أنا بقول لك ده ما حل، تمرق ده ما حل. الموضوع ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت جاي مفلفل لي شعرك، فهمت؟ وعامل كيف؟ والآيات قال كما قال الله سبحانه وتعالى، وجاب حديث يا ابني قال نحن عارفين الدين. يا تدين يا ولد، يا تدين ده اللي انت عارفه. انت زول ما عندك موضوع، فهمت؟ تجي تنجر في الدين ساكت، وجايب له وهمات بتاع الترابي ساكت، نفس الطريقه بتاعت الكلام. وافتكر وارى يا زول ده ما بحلك، ما بحلك. والترابي حكم البلد في مجله الدستور سنه 98، قال في الماضي اكلنا اموال الشعب السوداني وسخرناها لمصلحتنا الخاصه. استغفر الله. وين الود دارين قروشنا؟ وينه؟
ما تجي ترجع لنا قروشنا. الترابي هو دارفور كانت بسبب شنو؟ البلد دي اتقطعت كده، العنصريات دي سببها منو؟ سبب شيخك الترابي، عشان ما تجي تلعب علينا وتضغضغ على العواطف ودار تجي تلعب على الناس. اما مساله انصار السنه دار شوف الزول ده بيطعن في الحديث. انا ما قبل قلت لكم الناس اللي بيطعنوا في الحديث. قال الان المسلمين اكثر من 200 جماعه. الحديث العلماء قالوا له معنيان. المعنى الاول اصول العقائد، يعني عقيده الترابي دي مارقه من مساله الاعتداد بالعقل، يعني اي حاجه نرجعها للعقل، فهمت؟ ومنها مرقت مدارس كثيره، مدرسه المعتزله، مدرسه الجهميه، مدرسه الاشاعره. دي صح تنسب الى الاسلام، لكن دي اصلها واحد. الصوفيه والشيعه والناس اللي عندهم غلو عندهم اصل معين، وهكذا الفرق. وبعض العلماء بيقولوا انه العدد لا مفهوم له، المراد به الكثره، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم. طيب لو استغفر 71 مره كيف؟ فهل المقصود مجرد العدد ولا المقصود التكثير؟ يعني المقصود انه الموضوع ده انه حيختلفوا كثير. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال انه من يعش منكم فسيرى اختلافا شنو؟ كثيرا، فعليكم بشنو؟ عليكم بانصار السنه. بعدين قال ما احترموا شيخهم. لا يعني شيخنا مات، نفترض انه شيخنا ومات، هل الدعوه تقف يعني؟ هل الدعوه تقف؟ نحن الى الان بيقول لك يا زول منهج انصار السنه غلط، ما تنتمي لمنهج انصار السنه. ليه؟ لانهم بيقوا يصاحبوا اهل البدع من التكفيرين. واحد اسمه منار بيجاي، وما اعرف واحد اسمه مين، واحد اسمه صادق عبد الله. ديل الجماعه بتاع داعش بيقوا يباروا من انصار السنه، وعبد الحي يوسف ومحمد اللمين اسماعيل وغيرهم. ديل مجموعات من المجموعات التي صارت توالي وفيها شيء من منهج التكفيرين، فهمت؟ عبد الحي عنده منهج تكفير، محمد اللمين اسماعيل عنده تسرب اليه من هذا المنهج، منهج التكفير والخروج على الحكام. فديل ما على منهج السلف الصالح. انت ما تجي تقول لي امبارح كنت معاهم والليله خليتهم، لانه الموضوع حق. ما الموضوع انت ما كنت معاهم، الموضوع كده، فهمت؟ الموضوع منهج، انه انا بلقى ايه، فهمت؟ عشان كده قال لك عمر بن الخطاب قال فان الرجوع الى الحق خير من شنو؟ من التمادي في الباطل. انا كون ارجع الى الحق ده احب، وده بيرفعك مكان عند الله عز وجل. ولذلك نحن يبقى تحذيرنا انك ما تنتمي لهذه الاحزاب ولا لهذه الجماعات ولا لهذه الطوائف. والليله ما في الان حزب الان قدر يقدم حاجه. طيب انت ما تجي تتكلم في مشاكل البلد، اتكلم فيها، حليتها يعني؟ انت بتحل مشاكل البلد؟ الترابي ولا غيره بتحلوا انتوا مشاكل البلد؟ ما بتحلوها، انتوا دمرتوا البلد وطمستوا البلد، فهمت؟ الترابي قال بالرغم من اننا جئنا بثوره علميه الا اكلنا حتى اموال المعلمين. رايك شنو؟ يا اخي عشان ما تجي تلعب ساكت، وديل وعملك وفعلتك وتركتك، وده موضوع فارغ ساكت. حريات بتاع شنو؟ هسي الليله انت لو دار تقول انا الله في فاتح لك حريه، تقول الله ما فاتح لك حريه، تقول عيسى ما نازل زي شيخك. في واحد في العزبه قال هو ذاته عيسى ابن مريم. كله قاعد داير حريات اكثر من كده، دار تسوي شنو؟ فده كله يا اخواننا من الكلام الفاشل والفارغ. نحن ان شاء الله لو ربنا سهل لنا فرصه ثاني نلتقي ونجي نتكلم لك عن الاحزاب دي من كتبها ذاته ومن الوثائق بتاعتها. نشكر لكم شاكرين حسن الاستماع. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله.